السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتعمل لايك واشتراك عشان نوصل 1000 مشترك في اسرع وقت. فيديو النهاردة عن افضل انميات قصيرة تتفرج عليها. اول انمي معانا في القايمة هو بشجري، وقصة الانمي عن قائدين فرق الشينسينغومي اللي بيتم ابادتهم من الشياطين المقنعة، واللي اسمهم زوني اوني. يا رب اكون بقول الاسامي بس صح بس بعد كل ده. وبيتم اختيار 7 مجرمين بدلاء للقادة عشان يحموا المدينة من خطر الزوني اوني. ونزل الانمي صيف عام 2022 وبيتكون من 12 حلقة. والانمي ده انا بتابعه حاليا، فاتفرجوا عليه لانه جامد قوي. وتاني يعني معانا هو 91 يوم. هو ما تسألنيش لان هو اسمه كده. والانمي ده اكشن ودراما، وبتدور قصته ايام حظر التجول او حظر التجوال زي ما انت عايز. والقانون ما كانش ليه اي 30 لازمة في الحياة، والمافيا حكمت المدينة. القصة دي بتدور في مدينة مزدهرة اسمها لولي، مدينة مزدهرة كده يا معلم، وبيبيعوا فيها تمور وحليب وأرياف أفغاني وكل اللي قلبك يحبه. وكل ده طبعا بشكل غير قانوني. وبتوصل رسالة لأفيلو عشان يرجع لوليس ينتقم من عائلة فانتي اللي قتلوا عائلته، وبيصاحب ابنهم الصغير نيرو عشان ينتقم منهم. والانمي ده مكون من 12 حلقة ونزل عام 2016. وتالت انمي معانا هو ايسيكاي اوجيسان. اسمه غريب شوية، بس تصنيف الانمي خيال علمي وكوميدي. وبتحكي قصة الانمي عن العم تاكافومي اللي دخل غيبوبة من 17 سنة وعاد للحياة كأنه راجع من القبر. وفجأة اكتشف حاجتين مهمين: ان عمه بيقدر العاب الفيديو اكتر من اي حاجة، وانه لما كان في غيبوبة اتنقل لعالم تاني كبطل حامي. يا حلاوة. والحوار ما وقفش بقى على ان تاكافومي يفضل مع عمه الساحر في الأوضة، لا، ده كان عليه كمان ان هو يدور على الرجل المتأخر بعقدتين من التاريخ: الهواتف الذكية، والإنترنت عالي السرعة، والأنمي الحديث. والأنمي بيتكون من 13 حلقة ونزل عام 2022. أنمي روعة، أنصحكم بالمشاهدة. ورابع أنمي معانا هو ريمبو. ايه ده؟ لا، هو اسمه كده ملناش دعوه. تصنيف الانمي دراما وتاريخي، وبتدور قصه الانمي بعد الحرب العالميه في اليابان، عن شويه شباب صغيرين بيتحكم عليهم بالسجن. بس ايه التهم؟ الله اعلى واعلم، ملناش دعوه. ولما بيوصلوا بيقابلوا شاب اسمه ساكوراجي، وبتحصل شويه احداث، والشباب دول بياخدوا ساكوراجي قدوه ليهم. وطلع ان ساكوراجي ده اصلا ملاكم سابق، ووعدوه انهم هيخرجوا بعد مدة الحبس. والانمي ده نزل عام 2010، وعدد حلقاته 26 حلقة. والانمي الخامس معانا هو تينكو شينبان، وتصنيف الانمي رعب واكشن وغموض. واحداث القصة عن عالم غريب مليان بناطحات سحاب بتلف متصلة بجسور. وبطلة الحكاية الفتاة يوري اللي عندها 16 سنة وهي في مدرسة ثانوية، بتلاقي نفسها مرة واحدة على سطح مبنى من المباني، ومعاها رجل متعطش للدماء. والبنت ما بتعرفش هي فين، ولا تعرف ايه المكان ده، ولا حتى الطريق الخروج منه. وفجأة بتلاقي مقنعين كتير، وبتبدأ رحلتها في البحث عن أخيها والخروج من هذا العالم. وعدد حلقات الأنمي 12 حلقة ونزل عام 2021. والانمي الاول معانا هو كيمونو جايهن. والله انا ما عارف ايه الاسامي دي، وانا مش عارف اقول الاسامي صح ولا غلط، بس اكيد يعني بكتب لكم الاسامي فتمام. وبتدور حكايه الانمي في قريه ريفيه هاديه، بيحصل حاجات غريبه جدا، ان بيموت عدد كبير من الحيوانات الاليفه بشكل غير طبيعي. وبيجي راجل غريب من طوكيو عشان يحل اللغز ده، وهو ماشي بيقابل شاب حواليه هالة غريبه، والشاب ده بيكون اسمه دوروتابو. والانمي ده بيتكون من 12 حلقة وبس، يعني مش عارف، مفيش حشو كتير في الانمي ده، فعشان كده لازم تتفرج عليه لان هو جامد بفتقة. والانمي اللي بعد كده معانا هو ماي هوم هيرو، وبتدور قصة الانمي عن تيتسو تسو. هو اسمه تيتسو تسو، ماليش فيه. راجل عادي بيشتغل في وظيفة مكتبية، ما تقولوا موظف يا جدعان، فيه الله. وبيكتشف ان بنته ريكا تعرضت للعنف من صاحبها ماتوري، وبيحاول توتيتسو انه يعرف حاجات اكتر عن الولد ده. فبيكتشف خططه انه عايز ياخد كل فلوس بنته، وبيضحك عليها يعني في الاخر.
وبيكتشف كمان ان هو عضو في عصابه كبيره قوي. ايه اللبسه السوداء دي يا زميلي؟ وكمان كان عايز صاحبته القديمه يا حلاوه. فبدأ بقى تيتسو يخاف على بنته طبعا، كأي أب يعني فاهم. فقرر بقى إن هو يقتل الولد ده. يا على أحداث النار يا جدعان. فيا ترى إيه اللي هيحصل؟ شوفوا الأنمي يا جدعان، شوفوا الأنمي أنتوا هتعرفوا يا جدعان. الأنمي جامد يا جدعان. والأنمي ده بيكون من 12 حلقة. والانمي اللي بعد كده معانا هو اونيا شيكا، والله هو اسمه كده، او اينو يا شيكا، حاجه شبه كده يعني مالناش دعوه. وبتدور قصه الانمي عن اينو يا شيكا اللي عنده عيله مكونه من 3 افراد، اللي هي مراته وطفلين، وما كانش في حد فيهم مهتم بيه اصلا ولا كانه موجود. ولما عرف ان هو هيعيش لمده 3 شهور بس، عرف ان الكلب بتاعه هو الوحيد اللي هيزعل عليه على فراقه. يا عيني عليك، والله العظيم زعلت له. ماشي. وبعد فترة اتقتل السيد اينو من خلال هبوط فضائيين، وتم بناؤه عشان يكون، لا استغفر الله العظيم، عشان يكون حاكم من الداخل، تمام، وجسم بشري من الخارج. والانمي ده مكون من 11 حلقة. شوفوا الانمي ده جامد قوي يا جدعان. والانمي اللي بعد كده معانا هو اناظر. وبيبدا الانمي برجوع الطالب المتنقل كويتشي بعد اجازه مرضيه للشهر الاول من المدرسه، يعني بقاله شهر بيغيب عشان عنده مرض، يعني تعبان، عنده دور برد كده يعني. وما بين كل زمايله بينجذب بشكل غير مفهوم لميمي ساكي. هي اسمها كده والله، مش ميساكي، ميمي ساكي. وبس محدش من زمايله في الفصل بيعترف بوجودها اصلا، ان شكلها جنة يا جدعان، انا حسيت. وبيحذروا منها، وفجأة بيعرف الحياة الشريرة اللي ورا مخاوف كل زمايله. البس يا كويتش. فيا ترى بقى كويتش هيعمل ايه؟ هتعرفوا ده لما تتفرجوا على الانمي. والانمي اللي بعد كده معانا هو تاكي توب داستنسي او ديستنسي، يعني اي حاجه. والانمي بيقول ان كانت امريكا في حاله من الفوضى من ساعه ظهور الدي 2 اس الناتج من اصطدام نيزك بكوكب الارض، وتم فرض حظر التجوال حتى الان، اللي كان وقتها كان سنة 2047، ازاي مش عارف. وما زال الحظر مستمر، والحل الوحيد في الموسيقى الكلاسيكية الخاصة ببطلنا موسيكاتس. فيا ترى ايه اللي هيحصل، ومين موسيكاتس الراجل الموسيقي ده؟ كل ده واكتر هتعرفوه لما تتفرجوا على الانمي. وانا الانمي ده قصته عجبتني، شكلي اتفرج عليه. والأول معانا هو بندورا هيرتس. وبتدور قصة الأنمي عن ولد اسمه أوز، اللي كان وريث عيلة من أكبر وأقوى عائلات في العالم، واللي بيتم 15 سنة بس يومها بتتغير حياته بهجوم عشيرة غامضة وسقوطه في عالم غامض. وبتتقلب حياة أوز اللي كان تحت بقى فوق، واللي كان فوق بقى تحت، لأنه كشف أسرار كتيرة عن ماضي عيلته وعالمهم. فيا اوز الراجل الغلبان ده هيعمل ايه في الاحداث النار دي؟ ده اللي تعرفوه لما تتفرجوا على الانمي ده جامد يا جدعان، اتفرجوا عليه. والانمي اللي بعد كده معانا هو طوكيو ماجناتيود او حاجه شبه كده. وبتبدا قصه الانمي مع ميراي، بنت عندها 12 سنه، كانت لسه مخلصه سنتها الاول المتوسط، يعني زي الاعدادي عندنا كده. وكانت عايزه تخرج من طوكيو، وفي اول يوم اجازه امها طلبت منها انها تاخد اخوها الصغير لمعرض الاليين، وهناك بتتعرض للتنمر، فبتتمنى ان العالم يتدمر. ايه الشر ده كله يا بنتي؟ ومن هنا بتبتدي الاحداث المفتعله. يا جدعان انا اسف عشان انا عندي برد، وشوفوا انا بحبكم ازاي وبسجل لكم فيديو. والانمي اللي بعد كده معانا شيجيانج دايلر، مش عارف إيه دايلر، والله العظيم الاسامي دي غريبه يا جدعان. المهم بيبدا الانمي ان كان في 2 شغالين في استوديو التصوير، وبيستخدموا قواتهم الخارقة عشان يدخلوا العملاء تتصور واحد ورا التاني على طول، وكانوا واخدين الموضوع على محمل الجد. فايه اللي هيحصل؟ مش عايز احرق عليكم، الانمي ده جامد يا جدعان، خشوا اتفرجوا عليه. والانمي اللي بعد كده معانا هو نوبلس. وبتدور قصة الانمي عن مصاص دماء نبيل في عالم معاصر، يعني اليومين دول عايش معانا في اليومين دول، واللي كان في ثبات لمدة 820 سنة، واكيد يعني كان جامد بفتيقة، يعني هو بصوا مكانش حد بيقدر عليه حرفيا، وكان مستنيه مغامرات خطيره ومع صحابه الجديده بقى فاهم، هو اتعرف على ناس جديده وكده، وكان بيحاول يكتشف ماضيه ويعرف مين اللي خانه. لا ايوه انا حرقت عليكم، خش يا جدعان اتفرجوا يا جدعان، الانمي ده جامد بفتيقه. والانمي اللي بعد كده معانا هو طوكيو غول. وبيبدا الانمي بتهديد كبير قوي بيغزو منطقه طوكيو،
وكان غيلان اللي هم الغيلان اكلين لحوم البشر كانوا متطابقين مع البشر في الشكل. يعني تمشي في الشارع كده تلاقي واحد بشر عادي زيك، يوم مثلا عضك عضه مثلا تلاقي نفسك غول. صباح الفل. وبتندمج بقى مع السكان بقى وبتدوس احداث مسوقه. بس اقول لكم على حاجه، كان يكون اكتر واحد اتظلم يا جدعان. اقسم بالله الراجل ده حب واحده في الاخر طلعت غول وعدته، يعني ليله بيضه. فانت لو ما اتفرجتش على الانمي لحد دلوقتي مش عارف انت مستني ايه بصراحه. فيعني خش اتفرج. وبس كده تكون خلصت حلقه النهارده. ما تنساش بقى اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديده. وسلام. 神羅転生